والأزمات قائمة، والمشاكل قائمة، مديرية نائمة، مديرية نائمة. خالد بورقادي إدريسي، أستاذ مدينة فاس وعضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم توجه ديمقراطي. شنو السياق ديال تنظيم هذه الوقفه الاحتجاجيه امام مقر المديريه الاقليميه ديال التعليم بفاس؟ تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم توجه ديمقراطي بفاس، وكذلك جمعية النظار والحراس العامين، في إطار تسجيل احتجاجنا ورفضنا الشديد لاستفحال ظاهرة خطيرة جدا، وهي ظاهرة الاعتداءات التي أصبحت تطال أسرة التعليم. وبالتالي نحن نتواجد في هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل التعبير عن رفضنا لهذه السلوكات التي لا تمت بصلة إلى الجسم التعليمي، والأسباب كما تعلمون أسباب كثيرة يتحمل فيها المسؤولية الجميع. هناك العديد من يتحدث عن مذكرة البستانة، شي تذكير في هذا الإطار؟ بطبيعة الحال حينما نتحدث عن مشكل العنف المدرسي، مقاربة هذه الظاهرة هي مقاربة يمكن تناولها من عدة جوانب اجتماعية، جوانب نفسية، جوانب قانونية، وأيضا جوانب تنظيمية. لذلك المذكرة البستانة هي المذكرة الأخيرة في شأن الإجراءات التأديبية بالنسبة للتلميذات والتلاميذ الذين لا ينضبطون للقانون أو للنظام داخل المؤسسات. هذه المذكرة بدل من أن تقدم بدائل تأديبية تتناسب مع الطبيعة الإنسانية والحقوقية لهؤلاء التلاميذ، هي شجعت بشكل أو بآخر على استفحال هذه الظاهرة، ظاهرة العنف. وبالتالي ليس هناك نصوص زجرية، نصوص تأديبية من شأنها أن تحد من العنف لدى المتعلمين. هل ترون بأن المديرية الإقليمية ديال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بفاس تواكب الأساتذة أو الأستاذات المعتدى أو الأطر المعتدى عليهم؟ بطبيعة الحال كما قلت، هذه الوقفة تأتي في إطار الاحتجاج على هذه السلوكات المشينة، وأيضا في إطار الآذان الصماء والتعامل اللامسؤول من طرف المسؤولين الإقليميين أو المسؤول الإقليمي مع مثل هذه الظواهر. بالتالي ليس هناك مواكبة، ليس هناك برامج بالنسبة للمديرية من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة، ليس هناك حتى التعاطي بشكل مستعجل مع بعض الحالات، بحالات العنف التي تطرأ أو تقع داخل نفوذ هذه المديرية. إذن فاحتجاجنا هو موجه لرفض هذه الظاهرة، وأيضا لتحميل المسؤولية في استفحال هذه الظاهرة للمسؤولين الإقليميين. والمسؤولية هنا تقع بطبيعة الحال بشكل مباشر على المديرية الإقليمية، لأن ظاهرة العنف حينما نريد أن نقارب هذه الظاهرة هي نتيجة مجموعة من العوامل البنيوية، لعل من أبرزها هو مشكل الاكتظاظ، هو مشكل البنيات المهترئة داخل المؤسسات التعليمية، هو مشكل المناهج التقليدية التي عفى عليها الزمن، هو مشكل غياب الأسرة، هو إذا مشاكل كثيرة. نحن نحمل هذه الظاهرة أو استفحال هذه الظاهرة للسياسة التعليمية في هذا البلد.